الحليب الذهبي سيعيد قوة العظام ويجدد العمود الفقري والمفاصل في شهر واحد. إذا كنت تبحث عن مشروب صحي وذات طعم لذيذ فسوف تجده لدينا حينما نقدم لك عمل حليب الكركم، وهو مشروب صحي جدا وعادة ما يؤخذ في الليل ليساعد على النوم والاسترخاء بشكل عميق، كما أن له قدرة على علاج الكثير من الأمراض كنزلات البرد وعسر الهضم والتهاب الحلق والإسهال والقولون العصبي وتقلصات الحيض والصداع. فوائد الكركم الصحية: يساعد في عملية الهضم ويحارب الطفيليات التي توجد في الأمعاء، كما يساعد على علاج قرحة المعدة والاثنى عشر. له خصائص مطهرة لذلك يستعمل كمضاد للفيروسات والجراثيم والالتهابات. يعالج اضطرابات المعدة والهضم، يساعد في تقليل معدلات الكوليسترول ويحارب تصلب الشرايين. يعتبر منشطا عاما ويحافظ على المناعة والقوة الذهنية. يعالج الكركم حالات الإسهال المزمن كما يعالج بعض أنواع الديدان الطفيلية. يعتبر منشطا عاما ويحافظ على المناعة والقوة الذهنية. نترككم الآن مع طريقة عمل حليب الكركم. أحضر حليبا ويفضل أن يكون منزوع الدسم وكركم وفلفل أسود وحبهان وزيت جوز الهند وعسل. الخطوات: أضف كوب من الحليب منزوع الدسم إلى وعاء ثم ضعه على النار. أضف نصف ملعقة من بودرة الكركم. أضف ربع ملعقة من الفلفل الأسود المطحون. أضف عودا صغيرا من القرفة. أضف الحبهان إلى الوعاء. أضف نصف ملعقة من زيت جوز الهند. اخلط المكونات جيدا ثم اتركه يغلي، وبعد ذلك اتركه على نار هادئة بضعة دقائق. قم بتصفية السائل في وعاء آخر. للتحلية قم بإضافة بعض العسل، بذلك يكون حليب الكركم جاهزا للشرب. نصائح: الأشخاص النباتيون يمكنهم استبدال الحليب بحليب اللوز أو حليب جوز الهند. إذا كنت تستخدم فلفلا أسودا مطحونا طازج فاستخدم أقل من ربع ملعقة. إذا لم يكن لديك أعواد قرفة فاستخدم نصف ملعقة من مسحوق القرفة. يمكنك إضافة نصف ملعقة أو ملعقة صغيرة من الزنجبيل إلى حليب الكركم. نتمنى لكم العفو والعافية.